ناس كتير قوي ماشية تايهة في الدنيا، اتجوزت وخلفت وكبرت وعملت عيلة وعملت أسرة، عملت كل حاجة في الدنيا، بس هي في حاجة ناقصاها. هي بتدور على حاجة، هي بتدور على نفسها. ده كبرت واتجوزت وخلفت وحققت كل حاجة في الدنيا، اه، بس هي لسه ناقصها حاجة طول عمرها ماشية بتدور عليها. هي كملت رسالتها بس ما حققتش حلمها. كملت رسالتها زي ما بنتعلم وبنكمل رسالة التعليم، بنخش كلية ممكن ما نكونش احنا اللي اخترناها، التنسيق اللي ودانا ليها مش هو ده حلمنا. بنتجوز عشان لا، اصل ما ينفعش تقعد لحد سن معين ما تتجوز، ما ينفعش تفضلي قاعده لحد ما تكبري ويقولوا عليكي عنستي وفاتك سن الجواز. اتجوزت وخلفت واتجوز وخلف ومشوا الحياه، كبروا ولادهم علموهم وجوزوهم، بس هم في حاجه ناقصاهم، مش لاقيين نفسهم، بيدوروا على نفسهم. دي حقيقه. عشان كده بنقول لكل واحد انت جواك مهارات معينة، جواك ذاتك اللي لسه مش لاقيها. في ناس الحمد لله لقت ذاتها وعرفت ايه هي اللي محتاجاه من الدنيا ودورت على حلمها وفعلا راحت لحلمها وحققته. بس في ناس كتير قوي 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 كان جواها احلام كتيرة قوي توصل لها، جواها مهارات كتيرة قوي بس مش عارفة تنميها، مش عارفة توصل ازاي، مش عارفة الطريق مدخله منين للأسف الشديد، ومش عارفين يكملوها. احتمال بقى عشان المجتمع، عشان العيلة، عشان الزوج، عشان أسباب كتيرة جدا جدا جدا. وممكن يكونوا في مراكز عالية جدا وفي مراكز وظيفية عالية جدا الناس بتحسدهم عليها. ممكن يكونوا اتجوزوا جوازات حلوة أو عملوا حاجات، ممكن يكونوا حققوا حاجات محدش يقدر يحققها زيهم، بس في حاجة ناقصاهم. فحاسين ان هم انا بدور على حاجة، انا مش مبسوطة. حققت حاجات كتيرة وكملت رسالتي ووصلت لحاجات كتيرة قوي، بس في حاجة من جوايا ناقصاني. ايوه بالظبط كده، ناقصنا ذاتنا، ناقصنا حلمنا اللي احنا ممكن يكون تاه في زحمة الحياة، اللي ممكن يكون تاه في المسؤولية. اوعى تتنازل عن حلمك، اوعى تتنازل عن ذاتك في اي وقت، في اي عمر، في اي مكان. دور ايه هو احتياجك وهو حلمك، ايه هو ذاتك، دور عليه وروح له، اتعلمه. مش عيب ان احنا نتعلم لما نكبر. في ناس تقولك ياه هو انا لسه هذاكر، ده بعد ما شاب ودوك كتاب، ايه المشكلة اما نروح؟ احنا مطلوب مننا ان احنا نعيش العلم ونذاكر لحد ما نمشي من الدنيا. في حاجات كتيرة جدا كانت فايتانا مش فاهمينها. اتعلم، ما يمكن كان نفسي اتعلم حاجة والتنسيق ما جابهاش، او ظروفي المادية او ظروفي الاجتماعية او جوازي او اسباب كتيرة قوي 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 ناس ما قدرتش تحققها بسبب اسباب كتير خارجة عن ارادتها. طب ما تيجوا النهاردة نقعد كده مع نفسنا ونقعد ونجيب ورقة وقلم ونقول هو انا كان حلمي ايه، هو انا مهاراتي ايه. محدش يعرف مهاراتك غيرك على فكرة، انت بس وانتي بس اللي تعرفوا مهاراتكم، محدش يعرفها غيركم. محدش يعرف طموحاتكم واصله لحد فين، احنا بس اللي عارفين طموحاتنا، واحنا بس اللي عارفين قدراتنا. ناس كتير ممكن تعيش معانا عمر كامل بس لسه حاجات كتيره ما اكتشفتهاش فينا لان احنا ما طلعناهاش، مخبيينها. فكل واحد فينا جواه مهارات كتيره قوي، جواه احلام كتيره قوي، جواه طموحات كتيره قوي. دور على ذاتك، ابحث عن نفسك. اوعى تقول الوقت فات، اوعى تقول العمر فات، لا، كل لحظة تقدر تتعلم فيها وتبقى عضو منتج وتبقى فعلا تقدر تجري ورا حلمك، اجري ورا حلمك وما تستناش، كمل وراه، وان شاء الله كلنا هنحقق حلمنا. هات ورقة وقلم، انا بشتغلش غير كده مع ناسي. هات ورقة وقلم واكتب هو ايه حلمي اللي انا كنت بدور عليه، هي ايه مهاراتي اللي محدش يعرفها عني. كل واحد جواه مهارات. فاكرين الفيلم بتاع هنيدي؟ كل واحد جواه قوة روحية، دي حقيقة. كل واحد جواه قوة، جواه مهارات، جواه حاجات كتيرة قوي محدش يعرفها غير ربنا سبحانه وتعالى. ثم هو صاحب المهارات. ابحث عن مهاراتك، ابحث عن ذاتك، دور على هدفك. اوعى تستسلم وتقول ياه خلاص بقى قطر العمر فات، كبرنا وعشنا وربينا. لا، دور على مهاراتك حتى لو عديت السن. واتمنى لكم حياة سعيدة، وكل سنة وكل واحد محقق كل اللي بيتمنى بخير.